لكن يتفاعل معه. المميزة كانت حالة اليسار المصري عادل، بالتأكيد الكاتب المصري سليم عزوز ربما يصف اليسار في إحدى مقالاته بأنه أصبح مهنة، لأن الموقف اليسار المصري فيما سمي بمظاهرات 30 من يونيو كان لافتا جدا، وكان سببا حتى في وصول عبد الفتاح السيسي للرئاسة. هل تعتقد بأن الهجوم على الإسلاميين فعلا سيعطي المبرر للأنظمة الحالية بأن تفشل الثورات؟ شوف، عبد الله الأشعل السفير المصري السابق ومرشح رئاسي سابق قال كالتالي، قال في تصريحات نسيتها لجنة وكالة قدس براسي، ماذا يقول؟ يقول لقد التقى هؤلاء القوميون الناصريون يريدون الثأر من الإسلاميين، لأن الإسلاميين لهم تجارب مع عبد الناصر، والمؤسسة العسكرية تريد أيضا أن تثأر لنفسها لأن الإسلاميين حاولوا أن يتجاوزوها، واليساريون يحاولون الثأر لأنفسهم لأنهم يعتقدون أن الأيديولوجيا الوحيدة القادرة على كشفهم وتعريتهم هي تيار الإسلام السياسي. ويقول بأن هؤلاء جميعا التقوا في معاداتهم للإسلاميين كل لأهدافه، لكن هؤلاء جميعا لن يستطيعوا أن يصلوا إلى تحقيق أهدافهم لأنهم سيذهبون أو سيجرون مصر إلى الفوضى العارمة وإلى نهاية، كما يقول هو يقول نهاية حقيقة، ويقول بأنها سوف تذهب بمنزلق خطير للغاية ومصير مجهول، ربما يكون الحرب الأهلية الشرسة العارمة التي لا تبقي ولا تذر كما يقول عبد الله الأشعل. وبالتالي هؤلاء جميعا للأسف الشديد كما قلت هم في أيادي قيادات عسكرية. عبد الله الأشعل يقول بأن السيسي أمامه فرصة تاريخية، وأنه لا يمكن الحديث الآن عن ذهاب باتجاه يعني عمليا إما أنا أو الطوفان. وموضوع الاستئصال الأمني قال إذا كان الهدف استئصال الإسلاميين من السلطة فقد تم إبعادهم من السلطة وهم الآن سجناء، أما إذا كان الهدف استئصالهم من الحياة وقتلهم فهذا ما لا يقدر عليه لا السيسي ولا غير السيسي، وأن هذا ربما من نظر إلى شعبية الإخوان وإلى أنصارهم، ولأن هذا الفكر ليس فكرا مصريا بحتا فقد يكون له تداعيات خطيرة على مصر وعلى المنطقة برمتها. وهو يحذر ويدعو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى خطوات شجاعة وجريئة تعيد الهدوء والتهدئة، ويقول بأن مصر الآن لا تحتمل مزيد من هذا الاقتتال هذا التصعيد ضد التيار بأكمله. هذه تصريحات للأشعل. ولكن ربما عادل أنت تنسى موقف الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي الذي ربما تحالفه مع الإسلاميين في النهضة في تونس قد أنقذ تونس وأوصلها إلى بر الأمان عند الحديث عن موقف اليسار والقوميين صحيح والعلمانيين عموما. صحيح. بالمناسبة أنت ذكرت النموذج التونسي، أيضا الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وسوار الذهب الرئيس السوداني السابق كلاهما ناشد العاهل السعودي الملك سلمان وناشد القيادات أو العقلاء في المملكة العربية السعودية بأن يلعبوا دورا ليس للتهدئة في مصر فقط وإنما للتهدئة في المنطقة برمتها. وقالوا بأن على عقلاء الأمة وبما فيه الشيخ راشد قال بأنه مستعد إلى أن يكون جنديا في هذا مسعى المملكة العربية السعودية من أجل وضع حد لهذه الاقتتال الداخلي ولا سيما في مصر. أيضا هنالك الآن مساعي ودعوة إلى أنه طب إذا كانت الحملة مثلا نحن نتحدث عن حملة دولية أوروبية لكسر الحصار عن قطاع غزة تستعد لإرسال أسطول الحرية الثالث بعد أسابيع قليلة، وقد تم اجتماع في أثينا قبل يومين وتم تدارس هذا الموضوع وتم التأكيد على أن هذه الأسطول ماض وأن هؤلاء النشطاء السياسيون والحقوقيون ماضون في رأيهم، وأن الرئيس التونسي المرزوقي سيكون هو ضمن هذه الرحلة. هنالك مطالب بدأت تظهر من جديد، لماذا لا تنضم لهذه الحملة البحرية حملة أخرى عربية تنطلق من موانئ عربية ولتكن من ميناء جدة من جدة في المملكة العربية السعودية باتجاه قطاع غزة لفتح ممر مائي وجوي على قطاع غزة، وبحيث يكون وقتها مصر إذا كانت مصر تشكو من أن قطاع غزة يتدخل في شؤونها تكون مصر براء من قطاع غزة، ويستطيع الفلسطينيون أن يبحروا عبر البحر وعبر الجو في علاقتهم بالعالم الخارجي بعيدا عن مصر وعن السيسي
السيسي وعن العسكر وعن محاكم وقضاء المصريين. وبالتالي نحن أمام حقيقة وضع فيه كثير من التداخل، فيه كثير من الخطورة إذا لم يستمع العقلاء إلى مثل هذه الدعوات الصادرة عن عقلاء يعني سوار الذهب رئيس سوداني مشهور ومعروف وهو رجل حكيم تنازل عن السلطة في وقت كان بإمكانه أن يستمر في الحكم كما فعل غيره، وربما حتى بعضهم الآن في كثير من الدول بما في ذلك السودان تنازل عن الحكم وهو مستعد. راشد الغنوشي كهو زعيم لحركة النهضة وتنازل عن الحكم وسلم الحكم عندما رأى بأن البلاد قد تذهب إلى المحرقة، عندما رأى بأن خصوم الإسلاميين لا يريدون للإسلاميين أن يكونوا في الحكم فتراجع وسلم الحكم لغير أهله كما يقول كثير من المراقبين. الآن هنالك عقلاء آخرون يقولون بأن الاستمرار في هذه المحرقة لن يؤدي إلى أي نتيجة، وأن الخاسر في كل هذه المعركة هو الشعب المصري تحديدا والشعوب العربية والإسلامية. فلماذا لا يتم أو لا تقوم هيئة كبرى يعني خاصة العهد السعودي الملك سلمان ولديه قبلة المسلمين وهو لديه من المال ما يكفي ولديه أيضا من الحظوة ومن التقدير في العالمين العربي والإسلامي الكثير، فلماذا لا يقوم بمثل هذه المهمة على الرغم كما قلت لك من صعوبتها، وأنه كما يقول البعض كثيرون بالموازاة مع عاصفة الحزم وبالموازاة مع مؤتمر الرياض، لماذا لا تحتضن مثلا المملكة العربية السعودية أو الرياض مؤتمرا عربيا جامعا يجمع فيه فرقاء الأمة وخاصة فرقاء مصر من أجل تهيئة المناخ لحوار يضع حدا لهذه الحرب. هذا أن العهد السعودي أكد على دور السعودية في المصالحات عندما تحدث إلى وفد برلماني عربي. طيب بإشارتك